قصة العزبة المهجورة. كان في عيلة بسيطة، الأب اسمه الحاج محمود والأم الحاجة فاطمة، ومعاهم بنتين منى وسارة. المهم بقى الحاج محمود كان راجل غلبان قوي، بيشتغل مزارع ورزقه على قده. في يوم من الأيام سمع إن في عزبة مهجورة في آخر البلد، صاحبها مات من سنين طويلة ومحدش من الورثة بتوعه جه سأل على العزبة. بس الأغرب إنه مات في ظرف غامض جدا، وناس كتير كانت بتسمعه بيتألم قبل فترة وفاته، وكأن حد مثلا بيعذبه، وده كان بيحصل بس بالليل. الناس بقى بتقول إن المكان ده منحوس، وأي حد يحاول يقرب منه أو يشتريه مصيره كان بيبقى غريب زي صاحب العزبة بالظبط. الحاج محمود كان راجل بسيط وما بيخافش، وقال لنفسه ايه يعني، دي مجرد خرافات والناس بيقولوها، او السماسرة بيقولوا كده وبينشروا الكلام ده علشان محدش يشتري الارض دي غيرهم. بس الارض ارض ربنا، وقرر انه يشتري العزبة دي بسعر زهيد جدا ما كانش يتخيله، وكل ده علشان يبني عليها بيت جديد ويستصلح الأرض اللي جنبها. الحاجة فاطمة وبناتها حاولوا يمنعوه ويخوفوه، بس هو كانت دماغه ناشفة ومقتنع ان دي فرصة العمر ومش هتتعوض تاني. نقلوا كل حاجتهم للعزبة اللي كانت عبارة عن بيت قديم مبني من الطوب اللبن، وأرض واسعة ومليانة حشيش وشجر يابس. أول ليلة قضوها كانت هادية ومفيش أي حاجة خالص، بس الحاجة فاطمة حست بضيق مفاجئ، وده عمره ما حصلها، وأكيد هي مش تعبانة، بس ده مؤشر إن المكان مش أحسن حاجة، كأن في حاجة بتمص طاقتها. إنما بقى منى وسارة حسوا إن في حد ماشي فوق السطح، بس الأب قال لهم دي بس خيالات من كتر ما سمعتوا حكايات عن المكان، وكبروا دماغكم يا ولاد. في الليلة التانية الأصوات زادت عن الأول كتير جدا، صوت صريخ خافت جاي من جوه الأرض نفسها، وصوت أطفال بيعيطوا في الهوا. والحاج محمود نفسه سمع صوت باب بيتفتح وبيتقفل في مكان مفيش فيه أبواب أصلا. ولما صحي الصبح لقى على الحيطة في أوضة منى وسارة آثار إيد طفل صغيرة متلطخة بالطين، ومنى وسارة الاتنين كان جسمهم مزرق كأنه مضروب علقة وبخرزانة كمان. الأيام اللي بعدها كانت عبارة عن عذاب، الأكل كان بيفسد في نفس اللحظة اللي بيطبخ فيها، والمية في الزير بتتحول لشيء غريب شبه الطين. وفي يوم الحاج محمود كان بيحفر علشان يزرع، لقى صندوق خشبي قديم قوي. لما فتحه لقى فيه رسايل ومذكرات مكتوبة بخط واحد من سنين طويلة. المذكرات دي كانت عبارة عن حد بيحكي قصة واحد كان عايش في العزبة دي مع عيلته، وانهم كانوا عايشين في فقر شديد جدا. وفي يوم من الأيام قرر الأب انه يبيع بناته لشخص غريب علشان الفلوس، ومن وقتها أصوات الصريخ والعياط ما بتسكتش في العزبة خالص. الحاج محمود حس ان الموضوع فيه لغز كبير قوي، وقرر يبحث عن الموضوع ويعرف السبب. المهم محدش في القرية خالص اداله إجابة، كأنهم متهددين من شخص معين. المهم بقى الحاج محمود فضل يسأل ويدور لغاية ما عرف ست عجوزة كانت شغالة خدامة في البيت ده من زمان، بس لما راح لها وبعد معاناة قدر يعرف منها الشر اللي حصل في المكان ده. قالت له صاحب العزبة لما قرر يبيع بناته كان غصب عنه ومتخطط لكل ده، لأن العيلة دي طاهرة ودمهم يقدر يفتح أي مكان للعالم التاني. المهم كان في شخص بيتعامل مع الجن والعفاريت وعرفوه
انه عشان قوته عرفونا عشان قوته تزيد لازم يجيب طفلين صغيرين اخوات يقدمهم قرابين ليهم بشرط هما اللي يختاروه، واختاروا ليه اولاد صاحب العزبة وهيئوا كل حاجة للشخص ده. المهم بقى راح لصاحب العزبة، والغريبة انه وافق بسهولة وباع عياله. ومن يومها الشخص ده ازدادت قوته، ومن ساعتها محدش شافه، انما الاب كان بيتعذب يوماتي من ظهور عياله ليه. الحاج محمود كان في صدمة وذهول، وقرر انه يرجع الصندوق مكانه ويكتب رسالة انه هيمشي خلاص ومش هيرجع تاني. وفي نفس الليلة سمع صوت خبط على الباب، وفتح لقى طفل وطفلة واقفين قدامه، كان شكلهم شاحب جدا وعينيهم بتلمع في الضلمة. الطفل قاله بصوت رفيع: احنا اسفين على اللي عملناه، بس انت اللي دخلت ارضنا وانتم ملكمش ذنب، ياريت تمشوا عشان ما نأذيكمش. في الليلة دي الحاج محمود حس ان روحه بتتسحب منه. لما صحي الصبح لقى نفسه في السرير وكل شيء طبيعي، بس لقى الصندوق موجود على السرير مفتوح. واول ما مد ايده علشان يمسكه حس ان في حاجة بتلسعه، وبص لقى ان في تعبان اسود صغير بيتحرك جوه الصندوق وشكله مرعب. بعدها الحاج محمود فهم كل حاجة، وان العزبة دي كانت مسكونة من ارواح الاطفال المظلومة دي، والناس اللي بتموت فيها بيبقوا هم الحراس الجداد اللي بيخافوا على الاطفال دي وبيحاولوا يساعدوهم. الحاج محمود قرر يسيب العزبة دي على طول ورجع بيته القديم. اما العزبة المهجورة ففضلت زي ما هي بتخبي في سرها اصوات صراخ وعياط اطفال، واللي يقرب منها بيختفي زي ما تكون الارض بتتشق وبتبلعه. بس الغريبة اشمعنى الحاج محمود ما اختفاش والاطفال دي حذرته؟ هل فعلا عشان حاول يساعدهم؟ وبخصوص التعبان ده، هل ممكن يكون الشخص اللي حاول يشتري الاطفال وبقى تبع العالم التاني؟ بجد قصة غريبة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبجد ياما هنشوف طول ما احنا عايشين.